قبل ما نبدا فيلمنا عاوز اقول لك يا صديقي ان جايب لك فيلم اكشن من العيار التقيل، فياريت يعني توصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. وطبعا ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزه وتشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان تتابعوا كل جديد من اسد الملخصات. مشروبك اللذيذ يا صديقي العزيز، ويلا بينا. بيبدا فيلمنا بقبطان اسمه دون وهو بيبحث عن شجره اسمها دموع القمر، وده لان اوراقها بتدي قوه كبيره وكمان بتبطل مفعول اي لعنه. والشجره دي كانت في مكان جوه غابات الامازون، وبنعرف ان مش هو بس اللي كان بيبحث عنها، ده في قبله كتير لكن مصيرهم في النهايه كان الموت. وقبل ما القبطان يوصل للشجره دي بيهجم عليه الحراس المسؤولين عن حمايتها، وبيفشل القبطان في انه يوصل للشجره بعد ما التعابين لدغته. والحراس وقتها مرضوش يقتلوه، قرروا يعالجوه ويعتنوا بيه كمان. لكن القبطان بيلاحظ ان معاهم قلاده راس السهم اللي بتكون مفتاح الوصول للشجره، واول ما طلبها منهم الحراس بيرفضوا لانه مش تبع القبيله، فبيغدر بيهم وحرقهم كلهم جوه الغابه. لكن الغابه عاقبته هو اللي معاه على الجريمه دي ولعنتهم بعدم الخروج من الغابه او حتى الموت. وبعد مرور قرون كتيره بنقابل عالم استكشافي اسمه هوتن، وهو بيحكي اسطوره الشجره دي لمجموعه من العلماء اللي بنكتشف ان معاهم قلاده راس السهم، وبيطلب هوتن منهم يسلموه القلاده عشان يعمل رحله استكشافيه للشجره السحريه. لكن العلماء استهتروا بكلامه ورفضوا كمان طلبه. وبتكون اخت هوتن اللي اسمها ليلي حاضره المؤتمر وشايفه اخوها وهو بيتهزق، فقررت ان هي تتصرف بنفسها لما لقيت اخوها مش عارف يوصل لاي حاجه، وبتقدر تشتت انتباه كل الحاضرين وبتبدا تتسلل لغرفه الاثار، وبنكتشف انها رسمه خريطه للمكان كله على ايديها. وفي طريقها بتتفاجئ بالامير اللي افتكرها تايهه في المكان وبينصحها تروح القاعه اللي جنبهم. وليلي طبعا بتمشي على دماغه لحد ما بتوصل للغرفه اللي فيها القلاده وبتفتحها، لكنها بتلاحظ ناس كتير جدا في المكان، فبتلبس زي قديم وبتتحرك بكل حذر لحد ما بتوصل للصندوق اللي فيه القلاده وبتسرقها. وفي الوقت ده بيدخل الامير هو كمان الغرفه عشان يطمن على القلاده الاثريه، لكن اول ما بيفتح الصندوق مش بيلاقيها، وبيشوف بالصدفه ليلي وهي بتحاول تهرب، فبيأمر الحراس يوقفوها فورا. بس ليلي بتقدر بذكائها انها تهرب منهم، لكن الامير بيخبط السلم اللي بتحاول تهرب بيه وبيعلقها في الشباك، وبيهددها كمان انها تسلم القلاده او انها تموت، فبترمي له ليلي القلاده وبتنط في عربيه حربيه وبتهرب. والامير وقتها اكتشف انها غفلته وضربته على قفاه، فبيتعصب جدا على الحراس بتوعه وبيقتلهم كلهم. وفي ناحيه تانية ليلي بتجهز نفسها هي واخوها عشان يبداوا رحلتهم لغابات الامازون، وغرضهم انهم يجمعوا اوراق الشجره دي وينقذوا بيها حياه الناس. لكن العقبه بالنسبه لهم هي المركب اللي هيتحركوا بيها جوه النهر. وبنقابل بعدها قبطان اسمه فرانك وهو واخد وفد بريطاني في رحله لنهر الامازون، وباين كده ان المركب بتاعته خربانه ومخلعه من كل النواحي، ده غير انه عامل حوار على الوفد ومعرفهم ان النهر ده كله مخاطر واشباح عشان ياخد فلوس اكتر لحمايتهم. والصايع طلع مأجر كام واحد كده عشان يخوف الوفد. وبعد الرحله اللي كلها نصب دي بنقابل واحد اسمه نيلو وهو بيتكلم مع فرانك، ونيلو ده يا صديقي بيكون صاحب اغلب المراكب اللي موجوده في المينا، وبيطلب من فرانك انه يسدد الفلوس اللي اخدها منه احسن له. بس فرانك ما بيكونش معاه غير فلوس الرحله اللي لسه طالعها، فبياخدهم نيلو كلهم وبياخد كمان المحرك بتاع المركب من فرانك عقبال ما يجيب باقي الفلوس. وفي الوقت ده ليلي واخوها بيوصلوا للمينا عشان يدوروا على قبطان لرحلتهم، وبنشوف رجاله الامير وهم بيراقبوا تحركاتهم خطوه بخطوه. وليلي بتكون سمعت عن مستر نيلو لانه مسيطر على مراكب كتير جدا في المينا، وفعلا بتقدر انها توصل لمكتبه لكنه بيكون مقفول. وبنكتشف ان فرانك اصلا جوه المكتب وبيحاول يسرق مفتاح المحرك بتاعه من نيلو، وما بيلاقيش حل قدامه غير انه يتكلم معاها على انه نيلو. وبتعرفه ليلي انها عاوزه قبطان يساعدها في رحلتها جوه النهر، فبيكبرها فرانك عليها وبيقول لها انه مش فاضي، لكنه اول ما بيسمع انها تدفع اي مبلغ بيفتح لها الباب فورا. وبيكتشف انها عاوزه تروح مكان خطير جدا جوه نهر الامازون، وبيسالها هي عرفت المكان ده ازاي، فبتقول له ان الخريطه دي بتاعت باباها وكان بيحكي لها عنها دايما قبل ما تنام. وساعتها فرانك بيضحك على كلامها وبيعرض عليها رحله ترفيهيه تانية وهيوريها اللي عمرها ما شافته. وليلي وقتها بتلاحظ ان فرانك كان بيحاول يفتح الصندوق بتاعه لكنه فشل، فبتفاجئ ليلي بمهارتها وفتحت له الصندوق بسهوله. وبعد اللي عملته ده فرانك قرر انه يساعدها، وبينزلوا بعدها للمطعم عشان يتفقوا على تكاليف الرحله. واثناء الكلام ده بيظهر هوتن فجاه ومعاه مستر نيلو الحقيقي، وفرانك وقتها بيتصدم من الكبسه السوداء دي، لكنه بيلاحظ ان ليلي لابسه سلسله فيها قلاده راس السهم، ومع انه نصاب لكنه بيصر ان هو يساعدهم في رحلتهم بالسعر اللي هم عاوزينه. لكن فجاه بيدخل المكان نمر شرس حبتين وبيهجم على نيلو وبيقلب المطعم كله، وفرانك وقتها اشتبك معاه بكل شجاعه عشان يحميهم، وبيقدر انه يخرج النمر بره المطعم بذكاء وكل الناس بيحيوه على شجاعته. وليلي وقتها بتنسى حوار النصب اللي عمله فرانك وبتقتنع ان هو الشخص المناسب، وبيروح فرانك المينا عشان يركب المحرك عقبال ما ليلي توصل هي واخوها. وبيكون هوتن جايب معاه شنط كتير جدا وفرانك بيبدا انه يرمي فيهم، وبيعرفوا ان الحموله دي مش هتوديهم حتى اخر الشارع.
الشارع. وفي نفس اللحظه دي رجاله الامير بيقدروا يخطفوا ليلي من غير ما حد يشوفهم، ونيلو ساعتها يكتشف ان فرانك سرق المحرك وبيؤمر رجالته يطاردوه. وليلي في ناحيه تانية بتحاول انها تهرب من القفص اللي هي محبوسه فيه، وفرانك بيقدر انه يهرب من رجاله نيلو وقرر يدور على ليلي لان مفيش وقت قدامهم. وفعلا ليلي قدرت تفتح القفص وبتحاول انها تهرب من رجاله الامير، وبيشوفها ساعتها فرانك وبيساعدها انها تهرب منهم، وبيركبوا هما الاثنين المركب وبيشقوا طريقهم في نهر الامازون. وفي الوقت ده الامير جاله خبر ان ليلي قدرت تهرب من رجالته، فبياخد الغواصه بتاعته وبيبدا يطاردهم وبيضرب عليهم النار بالرشاش بتاعه. ومش بس كده، ده بيضرب عليهم صواريخ وبيبان انه شخص شرير جدا، ده غير ان هو كمان عاوز يوصل للشجره عشان يساعد الالمانيين في الحرب بتاعتهم. وفرانكو وقتها بيتفادى الصواريخ بتاعت الامير بكل مهاره، لا وكمان بيخلي الغواصه بتاعته تتصدم بالمينا الخاصه بنيلو وبتدمر كل المراكب اللي موجوده فيها. وبيمشي فرانك من هناك وبيبدا رحلته بعد ما دمر المينا كلها. وبتكون ليلي مستمتعه جدا بالرحله وبتفضل تصور كل المخلوقات اللي حوالين المركب بالكاميرا اليدويه بتاعتها. وبيكون فرانك مبهور جدا بالكاميرا وبيصور بها ليلي، وباين كده انه معجب بيها، بس ليلي مش مدياله اي فرصه، لا وكمان بتتدخل في شغله كقبطان وبتختار طريق تاني غير اللي هو ماشي فيه. وفرانك بيحاول انه يقنعها ان الطريق ده كله مخاطر، بس ليلي بتصمم على قرارها، وفرانك بيقول لها افتكر اني قلت لك بلاش. وبالليل فرانك بيوقف المركب عشان يريح المحرك شويه، وبيجيب لهم سمك غريب كده عشان يتعشوا بيه. وبعدها هوتن بينزل ينام وبتفضل ليلي مع فرانك، والاتنين مش بيبطلوا جدال مع بعض. وبعد دقيقه واحده بيتفاجئوا بهوتن وهو بيجري وراه نمر ضخم، لكن قبل ما يعضوا من الحته اياها فرانك بيأمره انه يهدى. وليلي بتتصدم لما النمر بيسمع كلام فرانك، لان ده معناه انه خدعهم في المطعم وبتتضايق جدا منه. وفي الوقت ده كان الامير بيحاول يوصل لاي خيط يساعده في الوصول ليهم، وبيقرر يروح للقبطان دون واصحابه اللي اتلعنوا جنب النهر. واول ما بيوصل لمكانهم بيرش على جثتهم ميه عشان يرجعهم للحياه من تاني، لكن فجاه بيخرج من الجثه دي تعبان وبيقتل واحد من رجاله الامير. وبيفضلوا يتكلموا هما الاتنين، والامير بيعمل صفقه معاه في مقابل انه يساعده يوصل للقلاده. وساعتها الامير بيقدر يوصل الميه لمكانهم وبيحرر القبطان واصحابه من حبسهم. وتاني يوم بيوصل فرانك واللي معاه لطريق خطير جدا كله صخور، وبيحاول فرانك بكل الطرق انه يتفاداه. وليلي واخوها بيلعنوا اليوم اللي اختاروا فيه الطريق ده وما سمعوش كلامه. وبعد ما فرانك قدر يعدي من الطريق ده بينزل هو وهوتن يقطعوا خشب عشان يستخدموه للمحرك الكحيان بتاعه. وفي الوقت ده بتكون ليلي في المركب وبتكتشف حاجه غريبه جدا. واول ما بيرجع فرانك بتفضل ليلي تهزق فيه لانها لقت نسخ كتير زي الخريطه اللي معاها، وانه اكيد عاوز يوصل هو كمان للشجره عشان يستولى عليها. لكن فرانك بيفهمها انه فعلا كان بيحاول يوصل لها زمان، لكنه دلوقتي فقد الامل بعد محاولات كتير جدا. فبتكشف له ليلي القلاده اللي في رقبتها وبتفهمه انه حتى لو كان وصل للشجره مستحيل يفتحها من غير القلاده اللي معاها. وفجاه بيسمعوا صوت هوتن وهو بيصرخ، واول ما بيطلعوا له بيتضرب عليهم اسهم مخدره من قبيله في الغابه، وبيتاخدوا كلهم برابطه المعلم كده لزعيمه القبيله. وفرانك بيكون فاهم اللغه بتاعتهم وبيترجم الكلام لليلي واخوها. والزعيمه بتطلب منهم يرجعوا قلاده راس السهم لانها ملك للقبيله، لكن اللصوص قدروا انهم يسرقوها منهم، وبتهددهم يرجعوها حالا والا هتقتلهم وتاكل لحمهم. وطبعا ليلي ما بيجيش معاها الكلام ده، وبتقدر انها تحرر نفسها وبتسحب رمح وبتقرر تواجه القبيله كلها لوحدها. والمفاجاه ان مفيش حد اصلا بيشتبك معاها وبيقعدوا يضحكوا عليها. وبنكتشف ان فرانكو هو اللي عمل التمثيليه دي عشان يسرق القلاده من ليلي، فبتتعصب ليلي جدا وبتضربه في وشه وبتمشي. وبتروح بعدها لزعيمه القبيله وبتطلب منها تترجم الكلام اللي مكتوب على القلاده. فبتقول لها الزعيمه ان اللي عاوز يوصل لشجره دموع القمر لازم يحول الميه لصخر ويصلح قلب مكسور، واهم حاجه الشجره لازم تكون تحت القمر الباكي النادر عشان تطرح وراها السحري. وبتعرفها ان القمر ده هيظهر كمان يومين، وعشان يوصلوا لمكان الشجره لازم يمشوا ورا الافعى اللي بتعض ديلها. فبتفتح ليلي الخريطه بسرعه وبتشوف المكان اللي قالت عليه الزعيمه، واول ما بتلاقيه بتقرر انها تروح لهناك بقارب صغير وتستغنى عن فرانك، لكنه بيفهمها ان الوصول لهناك خطر جدا ولازم هو يكون معاها عشان يحميها. وليلي بتكون مصممه على قرارها وبترمي له فلوس الرحله لانه كذاب من الدرجه الاولى. لكن فجاه بتظهر تعابين كتير في المكان، وبنكتشف ان القبطان دون والملاعين صحابه، وبيبداوا يهجموا على القبيله عشان يستولوا على القلاده. وفرانك وليلي بيحاولوا انهم يهربوا منهم او يحاربوهم ايهم اقرب، لكن واحد من الملعونين دول بيقدر ياخد القلاده من ليلي وبيديها للقبطان، بس فرانك بيشوفه وبيروح وراه عشان يسترجعها منه، وبيشتبكوا مع بعض بس القبطان بيكون قوي وبيطعنه في صدره. وقبل ما يقع فرانك بيقدر ياخد القلاده منه وبيحدفها ليلي وهو بيقع بين الاشجار. وزعيمه القبيله وقتها بتاخد ليلي واخوها وبتأمرهم يهربوا من المكان بسرعه عشان الملاعين ما يقدروش انهم يطاردوهم. وفعلا ليلي بتنفذ كلامها وبتهرب بالقلاده، والملاعين بيحاولوا يطاردوها، وقبل ما يوصلوا ليها الغابه بتسحبهم كلهم بسبب اللعنه. وبعد شويه القبطان بيتكلم مع رجالته وبيفهمهم انه لازم يطلب المساعده من الامير عشان يقبضوا على ليلي، وبيبعت مجموعه نحل لمكان الامير عشان يعرفوا اللي حصل.
حصل. وتاني يوم ليلي وهي بتدور على اخوها بتتفاجئ بفرانك مرمي قدام الشط، فبتفرح جدا انه لسه عايش بعد كل اللي حصل له. وهوتن اول ما بيوصل لهم بيلاحظ ان في خنجر كامل خارج من ظهر فرانك، وليلي وقتها بتخاف جدا وفرانك بيضطر انه يكشف لهم الحقيقه وبيعرفهم انه كان واحد من الفاتحين اللي كانوا مع قبطان دون، وانه عايش بقاله اكتر من 400 سنه. وزعيمه القبيله بتوصل لهم وبتقول لفرانك انا زهقت من سحب الاسلحه اللي في جسمك. وليلي ساعتها قررت ان هي اللي هتسحب الخنجر من جسمه، ولما بتلاقيه بيتألم جامد بتستخدم رجليها وايديها وبتسحبه. وهوتن وقتها بيغمى عليه من المنظر الجميل ده. وفي وقت تاني ليلي بتقول لاخوها انها هتكمل الرحله مع فرانك لانه مصاب ومش هيقدر يتحرك. والنحل في الوقت ده بيوصل لغواصه الامير، وواحده منهم بتعرفه مكان القلاده على الخريطه، ورجالته واقفين مبلمين من زعيمهم اللي بياخد اوامره من شويه نحل. وبنرجع لفرانك وهو بيحكي ليلي قصته مع القبطان وانه كان صديق مقرب ليه، والسبب اللي خلاهم يبحثوا عن الشجره اصلا ان القبطان كان عاوز ياخد اوراقها ويعالج بيها بنته اللي كانت على وشك الموت. والمفاجاه ان فرانك هو اللي رسم كل الخرايط مش القبطان دون، وبيعرفها انهم لما وصلوا لغابات الامازون كانوا بيموتوا واحد ورا التاني، بس حراس الشجره هم اللي انقذوهم وعالجوهم بالاوراق السحريه. وبعد كل الكرم ده من حراس الشجره القبطان غدر بيهم عشان ياخد القلاده وحرق قبيلتهم. وقبل ما يقتل بنت الزعيم فرانك اتدخل وانقذها من تحت ايده، لكن القبطان طعن فرانك في صدره وجرى وراها تاني. ولان زعيم القبيله مات بيتلعن القبطان واللي معاه وبيتحكم عليهم انهم ما يقدروش يهربوا من النهر ابدا. وعلى مر السنين القبطان بيوصل لفرانك وكل مره كان بيطعنه وبيقتله، لحد ما فرانك قرر انه يعمل لهم فخ وفعلا قدر يحبسهم كلهم جوه كهف ملعون. وعشان هم بعيد عن النهر الغابه مش هتقدر تشدهم ليها. وده يا صديقي اللي حول شكلهم لوحوش بشعه، لكنه مستغرب ازاي اتحرروا من الكهف ده. وليلي وقتها بتقول له بعد ما خلصت منهم عملت ايه غير انك بتكذب على الناس؟ فبيكشف لها ان هو اللي بنى المدينه دي واتعرف على ناس كتير جدا، وبنى كمان مركب عشان يقدر يبحث بيها على الشجره. وبعد فشله انه يوصل لها قرر يفتح المدينه للسياح ويعمل لهم رحلات جواها. وخلال المده دي كان بيقابل حيوانات مفترسه كتير جدا ومن ضمنهم النمر اللي معاه، وكلهم كانوا بيعيشوا حياتهم ويموتوا الا هو لانه ملعون. وفي ناحيه تانية بيكون هوتن والزعيمه في النهر وفجاه بيلاقوا نفسهم اترفعوا لفوق، وبتظهر غواصه الامير اللي بيطلع منها وبيعزموا على شاي بالياسمين. وبعدها بيهددوا انه هيقتل القبيله كلها بالصواريخ لو ما قالوش على مكان الشجره، فبيضطر هوتن يعرفه مكانها على الخريطه. والامير في ثواني بيقتل النحل عشان القبطان الملعون ما يعرفش مكانها. وفي الوقت ده فرانك بيعرف ليلي انه عاوز يوصل للشجره عشان يبطل مفعول اللعنه ويموت زي البشر. وفي تاني يوم بيوصلوا للمكان اللي موجود على الخريطه، وبيكونوا مش عارفين يطلعوا فوق التل ولا ينزلوا في النهر. فبينط فرانك في الميه وبيكتشف غرفه قديمه وبيشك ان هي دي المفتاح، بس المشكله فتحه الدخول ليها بتكون صغيره عليه. فبيطلع يعرف ليلي ان هي الوحيده اللي هتقدر تدخل جوه الفتحه دي، لكن ليلي بترفض نهائيا لانها اصلا ما بتعرفش تعوم. بس فرانك بيقول لها يا ريت كان في طريقه تانية، وفعلا بيقدر يقنعها تنزل معاه وبيوصلوا للفتحه وبتدخل ليلي عشان تحرك المقبض اللي جواها. وفرانك بره بيساعدها عشان تعرف تتنفس، لكن الاوضه بتتقفل عليها وفرانك بيتهاجم فجاه من اسماك غريبه. وليلي ساعتها بتقدر تحرك المقبض بالكامل والمياه في النهر بتبدا تتصفى من المكان. وفرانك بيروح لها بسرعه وكان فاكرها ماتت، لكنها ضربته بالقلم عشان اتخلى عنها. وبعد خناقتهم بيتفاجئوا انهم وصلوا لموقع الشجره، ولسه بيلفوا وشهم بيلاقوا غواصه الامير قدامهم. وبنعرف ان في نحله لسه عايشه وراحت للقبطان الملعون وعرفته مكان الشجره. والامير وقتها بياخد من ليلي القلاده وبيأمر فرانك يوصلوا للكهف اللي فيه الشجره. واول ما بيوصلوا بيلاحظوا ان الشجره ميته من قرون كتيره، والامير بيطلب من ليلي انها تحيي الشجره لانها عارفه حاجات كتيره عنها، لكنها بترفض تعمل كده لانها متاكده انه هيقتلهم اول ما ياخد اللي هو عاوزه. وفرانك بيتدخل وبيعرض عليه يعمل كده مقابل ورقه واحده من الشجره، فبيوافق الامير لكنه بيخلي هوتن مع رجالته. وبياخد فرانك القلاده وبيحاول يفتح بيها الشجره، والامير بيحس انهم شويه اغبياء ومش فاهمين حاجه وبيهددهم بالسلاح. ووقتها ليلي بتقرر تساعده عشان يفتحوا الشجره. وبعد ما بتقرا الكلام اللي مكتوب بتكتشف ان القلاده مش هي المفتاح، وانها تبقى القلب المكسور اللي لازم يصلحوه. فبيكسر فرانك القلاده وبيلاقوا جواها قطعه سحريه، واول ما بيحطوها في مكانها الشجره بتنور فجاه تحت ضوء القمر. وليلي وقتها بتغفلهم وبتسحب مسدس وبتضرب فرانك بيه وبتوقعه في الميه. والامير ساعتها بيطلب من رجالته يجمعوا اوراق الشجر قبل ما ضوء القمر يختفي. وفرانك بيطلع من تحت الميه وبيخلص على رجاله الامير عشان يحرر هوتن. وفي الوقت ده بيبدا ضوء القمر انه يختفي ومعاه اوراق الشجره. وليلي بتقدر بذكائها انها تغفل الامير وبتطلع تاخد اخر ورقه، لكنها بتقع وبتتعلق على غصن بالعافيه. وبيظهر الامير عندها وبيهددها تسلمه الورقه والا هيقتل لها اخوها. بس ليلي بترمي الورقه لفرانك اللي كان هيقع وهو بيمسكها، وبتتعلق هي في دراع الامير وبتقدر انها تهرب. وبيظهر بعدها القبطان دون عند الامير وبيقتله لانه خانه. والملاعين بعدها بيطاردوا ليلي عشان ياخدوا الورقه منها، لكن فرانك بيتحرك بالمركب وبينزل هوتن والنمر على البر، وبيستدرج الملاعين ليه وبيقول لهم ان الورقه معاه. وبتنزل ليلي
بعدها من فرع الشجرة عند هوتن، وبتعرف منه ان فرانك عاوز يدمر المركب عشان يقتل القبطان ورجالته. وبيفضل فرانك يحارب الملاعين وبيقدر انه يهزمهم، وبيواجه بعدها القبطان اللي بيكون قوي وبيثبت فرانك بالتعابين بتاعته. ولسه هيتفاوض مع فرانك بتتصدم بيهم المركب في الجبل وبتمنع دخول الميه للكهف، والغابه ساعتها سحبتهم كلهم وحولتهم لجثث حجريه. وليلي بتتفاجئ ان فرانك ساب الورق مع هوتن، فبتستخدمها بسرعه عشان تنقذ فرانك. والغريب ان مفيش اي حاجه بتحصل وبيحزنوا كلهم على موته وبيمشوا. لكن فجاه بيسمعوا صوت فرانك فبتجري ليلي عليه وبيفرحوا جدا برجوعه. والشجره وقتها طرحت ورقه سحريه جديده، فبياخدوها وبيرجعوا للمدينه باللي باقي من المركب وبيدوها النيل وبيقرروا يرجعوا لندن. وهناك بيقف هوتن يحكي للعلماء عن رحلته وبيكلمهم باستهزاء وبيقول لهم ان اخته ليلي بقت دكتوره في جامعه كامبريدج وانها رافضه دعوه انضمامها ليهم. وبيقطع هوتن ورقه انضمامها وبيرميها في وشهم. وفي نهايه الفيلم فرانك وليلي قرروا انهم يكملوا حياتهم سوا. وبكده يا صديقي العزيز يكون خلص فيلمنا. اتمنى لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لنا لايك وتسيب لنا ايموجي الاسد في التعليقات. وطبعا لو اول مره تشوفنا اشترك وفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد من اسد الملخصات. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.